السلام عليكم، مع سلامة الناس الكل ومرحبا بكم معايا من جديد. ان شاء الله تكونوا الكلكم يا ربي بخير وبصحة جيدة. في فيديو اليوم عنا زوز وصفات صيفية بامتياز: فلفل محشي تونسي ومعاه صوص طماط نودكم ومنشهيكم. كيفاش يجيكم الصوص طماط قارة زيتة ومش قارصة، وكيفاش يجيكم الفلفل محشي بنين. خليكم معايا شوفوا تفاصيل الكل في الفيديو، وما تنساوش اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. توا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لهنا اول حاجه باش نبدا بيها باش نطيب الدجاج اللي باش نحطه في الحشو نتاع الفلفل محشي. لهنا خذيت كميه تاع دجاج، يا اما تاخذوا صدر تاع دجاج كبير يعني طيبوه الكل مع بعضه، ولا كيفي انا هكايا خذيت شويه سكالوب تاع دجاج. وهذوكم عندي دي كركاس مجملتهم في الكونجيلاتور. كل مره يعني نستحق كي نستحق سكالوب كهو يقعد لك الكركاس هذيك نلمهم الكل مع بعضهم، ومن بعد نمدهم ونطيبهم بالطريقه تاع اليوم، يا اما نعمل بهم طاجين تونسي والا فلفل محشي. شفتوني لهنا حطيت كميه تاع زيت نباتي تقريبا 6 ولا 7 مغارف كبار، ومعاهم بصله كبيره مقصوصه جويده. وتوا باش نفوحهم بزعتر مرحي كليل مرحي، لهنا كركم فلفل اكحل، الكلهم هذوكم شطار مغرفه تاع قهوه، ومعاهم ملح وشويه كمون وزوز ورقات رند. هنا الدجاج نفوحه بالطريقه هذه. لهنا كله بارد في بارد باش نحط عليهم كميه باهيه تاع ماء، ونشعل عليهم النار ونخليهم يغليوا حتى لين يطيبك الدجاج هذاك الكل. لهنا كيما شفتوني حطيت كميه تاع ماء، ما نحطوش كميه كبيره على خاطر الدجاج يعني في ساعه يطيب. وباش نحركهم بالكدا بالكدا لهنا، ومن بعد ما يغلي باش نذوقلو الملح نتاعو. لهنا لقيتو بعد ما غلي لقيتو ناقص الملح، باش نزيدو الملح وباش نزيدو الفلفل الكركم. يا ربي زدتو الكركم على خاطر ظهرلي ماهوش اصفر بالكدا. شفتوا لهنا حركته بالكدا وباش نخليه يغلي. بعد ما يزل الغلوه هذيك نذوقلو ملحو، زدتوا لهنايكا الملح وزدتوا الكركم. شفتوا كيفاش لهنا زدتوا الكركم وزدتوا الملح على خاطر لقيتو مسوس. ديما راهو في الكوجينه يعني عينك ميزانك، الطياب راهو ذوقوا باش تجيكم الحاجه باهيه، وديما الحاجه تجيكم ناقصه ملح خير من زايده ملح. لهنا حركته بالكدا وخليته يغلي حتى لين طاب الدجاج. ما تخلوش عليه على خاطر فيسا راهو يطيب، ما ياخوش اكثر من 20 دقيقه. نخليوه يغلي حتى لين يطيب ويشيح الماء هذاك الكل، يعني نخليوه كان التختوخ، يعني نخليوه كان الصوص كهو. شفتوا لهنا قريب يطيب. لهنا نحيته بعد ما طاب، نحيته كي باش يبرد. وهذايا هو التختوخ اللي قعد. التختوخ هو الصوص هذاك اللي تقعد، هذيك اللي تقعد ملوطه بالكل، ما نلوحوهاش، البنه الكل موجوده فيها هي. نتفقدوا لهنا كان فيه شي شويه عظم ولا حاجه خاطر استعملت انا لهنا كركاس. انا نمشي نفتفت هذا الكل دجاج ومن بعد نرجع لكم. شفتوا لهنا كميه الدجاج هذه اللي فتفتها تحصلت عليها هذه الكل. توا باش ناخذ اكل تختوخ هذاك اللي تحصلت عليه، وباش ناخذ كميه باهيه تاع معدنوس تقريبا هكا ربطه تاع معدنوس. غسلتها نقيتها بالطبيعه، غسلتها وقصيتها وخليتها تستقطر بالكدا بالكدا. توا باش ناخذ كميه الدجاج اللي فتفتها باش نحطها في كاسرونه كيف هكايا، وباش نحط عليها كميه التختوخ هذيك الصوص اللي قعدت هذيك باش نحطوها، وباش نحط معاها كميه المعدنوس وباش نحطهم يتقلاو على النار، على نار هاديه. هذايا هو سر البنه تاع الفلفل المحشي. بالحق تعملوه بالطريقه هذه تكتشفوا اللي بالحق يجيكم بنين 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 على الاخر. الطريقه هذه تعلمتها على امي، لان باش نهز نحطه على النار ونقعد ديما نحرك فيه حتى لنحسه كالمعدنوس هذاك ذبال وخرج ريحه فايحه فايحه على الاخر. قلت لكم الطريقه هذه تعلمتها على امي، وبالحق اكتشفت اللي هي تجي بنينه 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 على الاخر الفاخس بالطريقه هذه. لهنا ما نخفلوش عليه وما نحطوهش على نار عاليه، نحطوه على نار هاديه ونقعدوا ديما نحركوا حتى لين نحسوا لهنا كيفاش ولا. شفتوا كيفاش ولا لهنا الحشو كالمعدنوس هذاك الكل ذبال وخرج ريحه فايحه 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 على الاخر. لهنا باش نطفي عليه وباش نخلي الحشو هذا يبرد. مانيش باش نكمل نحط المكونات الاخرين على خاطر عندي جبن بعد باش نزيدو، باش نزيد البيض، نخليه يبرد قبل ما نزيدهم. لهنا نخلي الحشو نتاعي يبرد ونمشي ننظف الفلفل. لهنا خديت كميه تاع فلفل تقريبا 10 قرون هكاكا، غسلتهم بالكدا ونشفتهم. شفتوا لهنا شايح. وتوا باش ننظفهم من الفوق هكا، باش نحيلو القعموره الفوقانيه ونحيلو زاده الزريعه اللي تكون موجوده من الداخل، يعني نفرغوا بالكدا. هذاك هو اللي باش نحط فيه الحشو من بعد.
بعد ما برد مليح الحشو باش نزيدو كميه تاع بطاطا مقليه لهنا، زوز كعبات كبار هكاكا، زوز كعبات مش كبار برشا متوسطين الحجم، قصيتهم مكعبات صغيره وقليتهم في الزيت. وتوا باش نزيد عليهم شويه جبن رابي هكا تقريبا 100 غرام في الميزان، وباش نخلطهم مليح مع بعضهم. وبعد نبدا نزيد البيض بشويه بشويه. البيض يعني تقريبا خذيت لي، يعني في الاخر خذيت لي زوز كعبات وشويه. مانيش ما يلزمناش يعني نحطوا كميه كبيره نتاع بيض مش كيما الطاجين. دونك نزيدوا بشويه البيض ونحركوا. المهم انه نخلطوا الخليط يكون كله مخلط بالبيض. شفتوا هنا بعد ما كملت خلطته باش نزيد بشويه بشويه العظم ونخلط. هو يعني في الاخر ما يكونش جاري الحشو، جوست باش نتحصلوا على حشو متماسك يبدا الكل، يعني الحشو هذاك الكل يلزم يتبل بالبيض بالعظم. هاكا كيما تشوفوا فيا لهنا بشويه بشويه انا نزيد بشويه بشويه. من الاول حطيت زوز بيضات خلطتهم بالكدا، بعد حسيتوا اللي هو ناقص زدت كملت حطيت بيضه اخرى ركبتها بالكدا وحطيت منها كان شويه اكاهو. هو ديما الانسان يعني في الكوجينه سورتو في الماكله العربي نتاعنا هذه ديما الانسان عينك ميزانك. يعني من الاول هذايا يعني فيديو تنجم تكون يعني صالحه العبد يعني يتعلم وبشويه بشويه ما يعرفش قداش يحط لي كونتيتي وكل شيء، مي جوست هكا حسب التقريب. ديما انا نعطي حسب التقريب ونحاول اني نكون يعني مقادير مضبوطه باش نعاون الناس المبتدئات كما نقولوا احنا اللي مازال جديد في الكوجينه يدخل باش يعرف قداش يحط قداش ما يحطش. وبعد يبدا له انسان قد ما يطيب قد ما يمارس كيما نقولوا احنا يولي عينه ميزان. وشفتوا هنا كيفاش تلم الخليط. توا باش نبدا نحشي في الفلفل هذاك، نحشي بشويه بشويه ماذا بينا غرفه صغيره كيف هكايا. من الاول نحطوا كونتيتي صغيره ونبداو نحشيو هكايا نضربوا شويه من الفوق باش الخليط هذاك الكل يهبط اللوطه باش يجينا بعد القرن الكل محشي بالخليط. شفتوا بشويه بشويه نتبعوه وننزلوا نضغطوا شويه. شفتوا كيفاش الطريقة نصور انها واضحة بالكدا في الفيديو يعني. دونك ننزل نضغط من الاول بشوية بشوية باش كيما قلت لكم باش يجي بعد القرن الكل يعني محشي بالكدا بالفاخس. انا نكمل نحشي الفلفل الكل بنفس الطريقة ومن بعد نحضروا الزيت باش نقليوه. لهني كملت حشيت الفلفل الكل، تحصلت على 9 قرون بالحشو هذيك اللي شفتوه. توا باش نمشي نحط الزيت يسخن. لهني في المقله حطيت كميه باهيه تاع زيت خليته يسخن بالكدا بالكدا. وتوا باش نبدا نقلي الفلفل. وقت نبداو نقليو الفلفل نقصوا شويه النار ونحطوا من الاول الفلفل نحطوه على فمو. شفتوا كيفاش نحطوها كي على فمو باش الفاخس هذيك تطيب وبعد الحشو ما يخرجناش من بعد. نحطوه هكايا متاع 3 دقائق هيك جوست تطيب شويه الحشو هذيك مفميك. وبعد نهبطوه الفلفل نقليوه يعني عادي كيما مستانسين نقليو الفلفل. انا جوست لهنا نوصيكم على النار ملازمهاش تكون عاليه برشا لهنا على خاطر الفلفل هذايا القشره نتاعو يعني خشينه برشا دونك ياخذ وقت باش يطيب. كي نحطوا النار عاليه فيسا فيسا يتحمر الفلفل من برا ويقعد ني من داخل حتى الحشو ما يطيبش بالكدا. على هذاك من الاول حميوا الزيت بالكدا وبعد كي تحطوا الفلفل تهديوا النار وتخليوه يطيب في راحته حتى لين يطيب بالكدا بالكدا. شفتوا لهنا حطيته من الاول كيما قلت لكم على فمو ومن بعد كي يطيب يعني الفلفل شفتوا من هنا باش نتفقدوا. شفتوا لهنا هذا الاولاني اللي حطيته تفقدته لقيته سي يعني شد روحه بالكدا الفرز باش نهبطوا بالطريقه هذه ونخليه يطيب في عقله. وكل مره هكا نقلبه من جهات الكل حتى لين يطيب بالكدا بالكدا. جوست هكا كيما وصيتكم النار تبدا يعني من متوسطه مش هاديه برشا بطبيعه اما متوسطه مش عاليه.
لهنا بعد ما كملت تقليط الفلفل توا باش نحضر صوص طوماط. ما تاخوش برشا وقت هي في الطياب نتاعها. لهنا في طنجره على النار حطيت مقدار نتاع 4-5 مغارف زيت نباتي هكيكه، باش نحط معاهم تقريبا يعني بصله متوسطه في الحجم نتاعها، قصيتها مكعبات صغيره. انا قصيت كونتيتي هنا خاطر نستحق يعني مزت تستحق البصل هذيك في حاجه اخرى. باش نحط لهنا البصل يتقلى مع الزيت ومع الطماطم الخضراء هذه تقريبا 8 كعبات باهين يعني في الحجم نتاعهم، قصيتهم كما تشوفوا فيها كي كعبات مكعبات صغيره على الاخر. وباش نحركهم بالكدا بالكدا وباش نخليهم يتقلاو على نار متوسطه لهنايا حتى لين تحسوا يعني الطماطم تسيبت الماء نتاعها هي والبصل. انا بالاول حطيتهم على نار متوسطه حتى لين سخنت، حسيت الطنجره سخنت بالكدا قعدت ديما نحرك فيهم. تو تشوفوني بعد كي تسخن بالكدا الطنجره باش نقص عليها النار. شفتوا لهنا باش نقص عليها النار لهنا، سخنت بالكدا الطنجره لهنايا باش نقص عليها النار ونغطيها ونخليها حتى لين نحسوا الطماطم والبصل بداو يذبالوا ويسيبوا الماء نتاعهم كيما توا تشوفوا فيهم. شفتوا كيفاش لهنا بعد 5-6 دقائق هيك رجعت لهم، حسيت اللي بالحق دخلوا في الطياب يعني. باش نزيدهم لهنا 4 سنون ثوم، هذوكم 4 سنون ثوم كبار قصيتهم بالطريقه هذيك. وتو باش نفوحها، باش نحط لها شويه ملح، مغرفه مش معبيه تابل تونسي، شطر مغرفه تاع قهوه كرويه، عندي شطر مغرفه تاع قهوه فلفل زينه، ومغرفه مش معبيه كبيره نتاع فلفل هريسه عربي، هذاك هريسه عربي، وحطيت لها ورقه رند. ومن بعد يعني تفقدوا الملح نتاعكم. وانا زدتها من بعدك ظهرت لي مش حمراء بالكدا طماطم، زدتها شويه فلفل مرحي فلفل زينه هذاك البابريكا، زدتها شويه اكاها وفي الاخر حركوهم هذوما الكل مع بعضهم، نحسوا يعني اللي فحات الكل دخلوا. باش نمرق لها بشويه ماء سخون ونغطيها ونخليها تطيب سله حتى لين تقر زيتها، وكل الماء اللي حاطينه هذاك الكل يشيح والبصل بالطبيعه لهنا يطيب. هذه وقت اللي البصل يطيب يعني الصوص نتاعنا طابت. نعرفوا اللي الطماطم ما فيهاش روح، من هنا توا البصل هذايا نتاع السيف تحسوا يابس شويه يعني ياخذ شويه وقت في الطياب نتاعو. بالطبيعه هذه وقت اللي نعملوها الصوص هذه وقت نعملوها بالبصل الاخضر يعني الطيب اسرع من كي نستعملوا البصل هذايا. او كان هني مرقت لها ديما الماء عينك ميزانك، نحركوها نقصوا عليها النار ونخليوها تغلي في عقلها حتى لين تقر زيتها وتطيب. عطا لهنا وقت اللي يطيب البصل راهي طابت. شوفوا لهنا بعد ربع ساعه تقريبا كي رجعت لها لقيتها قرت زيتها، ذقت لها لهنا الملح نتاعها لقيتها بالكدا امبيكابل. كيما قلت لكم قبيليك راني زدتها شويه فلفل مرحي هذاك البابريكا اكاهو. لهنا طابت طفيت عليها النار. شفتوا ما شاء الله كيفاش قاره زيتها وماهيش قارصه بالكل على خاطر استعملت كاين الطماطم الخضراء هذيك ما شاء الله. تو في الصيف الطماطم بنينه. هذه هي الصوص طوماط اللي طيبتها باش نرافقها مع الفلفل المحشي. عملت معاها شويه فريت وشويه سلطه خضراء والحمد لله يا ربي لك الحمد. جات بنينه على الاخر الصوص، يعني كي تاكل الصوص تحسها بنينه ما فيهاش القروسيه بالكل تاع الطماطم، والفلفل المحشي زاده ما شاء الله بنين على الاخر. نودكم وما نشهيكم ان شاء الله يا ربي تستفيدوا من الفيديو نتاع اليوم. انا تو ما بقالي كان باش نقول لكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقى بكم في فيديو اخرى. السلام عليكم.